متابعين أكلات رايقة مع هالة، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ميعادنا مع المسقعة البلدي بتاعتنا الخطيرة، هتاكلوا صوابعكم وراها حرفيا. بصوا، مسقعة دايبة دوب وطعمها خطير خطير خطير. أي نعم، كلنا بنعرف نعمل المسقعة، بس فيها شوية تريكات كده وحركات هقول لكم عليها. إن شاء الله هتطلع معاكم أحسن من بتاعتي بكتير. أنا بسمي دايما المسقعة دي مرهم أحزاني في الصيف بصراحة. ليه؟ اليوم اللي انا مش عايزه اقف فيه في المطبخ بنطلع المسقعه من التلاجة وعلى طول يلا ناكل هوبا، خلاص الغدا انتهى وخلاص. ان شاء الله رهيبه رهيبه رهيبه. شايفين اللقمه عامله ازاي يا بنات؟ تغميسه اكبر من حياتي بصراحه. يلا بقى نبتدي ونشوف العظمه دي، ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا معايا 2 كيلو من البتنجان العروسي. انا قلت اهو بتنجان عروسي، عشان مرة قلت بتنجان بلدي الناس كتيرة جدا هجمتني على اليوتيوب. عروسي يا بنات. خلاص، معايا بقى نص كيلو من الفلفل، معايا فلفل احمر على شطة على بلدي، ميكس كده مع بعضه كده ايه خطير. النهاردة هنقشر بدون قطاعة، انا متعودة دايما اقشر بالسكينة، انا عندي سكينة حامية اشتغل بيها على طول، وانا متعودة يا بنات، وانا قلت لكم قبل كده ان انا متعودة اقشر على ايدي. لو انت مش متعودة على القطاعة وقشري عادي ما فيهاش اي مشكلة. انا طالبه منكم بقى الفيديو ده، عايزاكم تعملوا لي لايك كبير كده وجميل علشان خاطر الفيديو يوصل لكل الناس. انا محتاجه ان كل الناس تتفرج على المسقعه بتاعتي بصراحه، لاني انا مميزه فيها جدا جدا، وكمان انا بحبها يعني حب مش طبيعي. بصراحه يا بنات انا بحب الحاجات الحرشه قوي 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 قوي، اكتر من الطبيخ، وخصوصا المسقعه لازم تكون عندي في التلاجة. يعني انا تقريبا في الصيف بعملها كل اسبوع مره، يعني استحالة تفتحي التلاجة عندي ما تلاقيش عندي مسقعة. هنقشر كده البتنجان زي ما انت شايفة نصين، وهنقطعه قطع كده صغيرة، هنخلص كل الكمية. انا معايا بطاطسيتين، بصراحة ما كنتش هعمل بطاطس، بس علشان انا امي بسمع الكلام، ابني قال لي لو ما عملتيش بطاطس مع مع المسقعة انا مش هاكل. فانا علشان بسمع الكلام عملت بطاطسيتين. يلا يا جماعة لازم نسمع كلام الولاد برضو. تمام، هنقطعها كده زي ما انتم شايفين شرايح، زي ما حضرتك شايفة كده. وبعد كده هنقطعها كده بالطول صوابع صغيرة، ما تقطعهاش كبيرة ابدا. لو هتحمريها مع البتنجان ما تقطعهاش كبير، لان البتنجان ما بياخدش وقت في التسوية. تمام. لو هتحمريها بعيد عن البتنجان، لا اعمليها زي ما انت عايزه، لا تقريبا الاتنين هيبقوا سوا واحد. طيب هنحطهم كلهم في الطبق اللي انتوا شايفينه كده. بعد كده هننزل بمعلقه من الملح ونغطيهم بالميه، نغطي كل الكميه دي كلها بالميه. ما تنسوش معلقه الملح، علشان خاطر معلقه الملح دي هتشرب كل نسبه الحديد اللي في البتنجان، ومش هتشرب ميه، مش هتشرب زيت خالص خالص وهي بتتحمر او هي بتتقلي. تمام. وهتشوفوا دلوقتي البتنجان طالع عامل ازاي، تقريبا كل كمية الزيت ما اتشربتش خالص خالص من البتنجان ولا البطاطس، بسبب المية والملح. طيب كل كمية الفلفل عندي اهي، وعندي الكبة الجميلة بتاعتي، معايا 5 أو 6 فصوص من التوم. عايزة تستغني عن التوم خالص في الوصفة دي او في المسقعة، استغني عنها. لو انت مثلا ما بتحبيش التوم او ريحة التوم، لا. انا عايزة بس اوريكم حاجة، انا بوريكم ايدي دلوقتي ليه، لاني انا بقشر الفلفل بطريقه معينه. شايفين صوابعي بعيده جدا جدا او بعيده خالص، يعني عشان انتوا بتكرهوا كلمه جدا دي مني. هنشيل كل البذر او كل العروق اللي فيها حراره بعيده عن ايدي خالص خالص خالص، انا ما لمستهاش نهائي. راجعوا الفيديو لو انتوا ما شفتوش اللقطه دي. خلي بالكم انا بتعامل مع الفلفل ازاي، وايدي ما بتبقاش حاره خالص على فكره. انا اتعودت على الموضوع ده. تمام. هنفرم كل الكلام الجميل ده بدون اي بهارات او اي حاجه، عشان مش عايزه منه عصير، انا عايزه يا دوب بس يتفرم ويتقطع قطع صغيره زي ما انتوا شايفين كده. طيب خلاص احنا كده نقعنا البتنجان والبطاطس تقريبا ربع ساعه لغايه لما خلصنا كل الكلام الخطير اللي احنا عملناه. هنعمل ايه؟ هنصفي كل الكميه كده زي ما انتوا شايفين في مصفى وتحتها بوله. انا عايزه بس اوريكم الميه عامله ازاي. عارفين اللون الاسمر ده مش من البتنجاني ولا حاجه، مش يعني مش نظيف ولا حاجه، لا. ده الحديد اللي بيبقى في البتنجان اللي بيخلي نسبه الزيت في البتنجان كبيره. يعني كل ما تقعدي البتنجان في الميه والملح هينزل منه ميه كده لونها غامقه شويه او رمادي. ده يا بنات اللي بيخلي البتنجان يسحب زيت اكتر، لكن كده لا، مش هيسحب زيت خالص خالص خالص. حتى كميه الزيت اللي فضلت مني انا سبتها في حتة تانية او فضيتها في حتة تانية.
انا ما باستخدمهاش خالص بعد كده، بس انا فضيتها لغايه لما تبرد وبعد كده هكبها عادي ما فيهاش اي مشكله. هنحمر البتنجان، اول لما تلاقي البتنجان اخد لون اديله تقليبه واحده، هتلاقي فجاه كده سبحان الله كل حاجه استوت زي ما انت شايفه. انا مش مسرعه الفيديو خالص عشان تشوفي المنظر عامل ازاي، والله يا دوب بس قلبت تقلبتين لقيت البتنجان كله استوى. وكمان البطاطس المره دي الحمد لله كانت كويسه، مش هكلمكم تاني على البطاطس، خلاص كده كفايه عشان ما تزهقوش مني. المرة دي بقى الحمد لله البطاطس طلعت حلوة وجايه لي حلوة المرة دي. خلاص هنقلب كل الكمية زي ما انتم شايفين كده. اول لما تلاقي البتنجان لونه بقى ذهبي كده او بني مايل للبني هتنشليه على طول. في كمان مرحلة تسوية البتنجان والبطاطس هقول لكم عليها، وده السر الخطير اللي بيخلي المسقعة زي الزبدة، بتاكلي كده الحاجة تدوب في بقك دوب زي الزبدة. بصراحة انا بحب المسقعة قوي 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 بصراحة يعني، بس تكون باردة. انا ما باكلهاش سخنه يا بنات، لو انتوا بتاكلوا المسقعه سخنه قولوا لي في التعليقات. انتوا بتحبوها ايه، بارده ولا سخنه؟ انا عن نفسي بحبها في التلاجة بصراحه، عشان كده بحطها في علبه في التلاجة تقعد معايا اسبوع على قد ما بتقعد. اول لما تخلص بعمل تاني. خلاص. احنا كده خلصنا البتنجان والبطاطس. هننزل بقى بالكمية التانية يعني بالكمية الباقية. بس لازم تاخدي بالك من درجة الحرارة بتاعة الزيت، يعني انت لو حاطة البتنجان والبطاطس على حرارة عالية لازم تقفي جنبه او تفضلي رايحة جاية عليه علشان خاطر ما يسودش ويمرر منك. تمام. هنخلص كل الكمية، هننزل بقى بالفلفل اللي احنا قطعناه. هنا انا كنت شلت الزيت خالص خالص من الطاسة، يا ريتني وريتكم بقى كمية الزيت، بس الحمد لله. بعد كده هننشل الفلفل. طبعا الفلفل ما بياخدش وقت خالص، انا ما بحطش الفلفل لغايه لما بيغمق. في موضوع البتنجان ده يا بنات خالص ما بشيلش الفلفل وهو لون البتنجان، لا، يا دوب ياخد تشويحه في الزيت، وهقول لكم ليه دلوقتي وهتشوفوا نسبه التسويه بتاعته عامله ازاي. تمام. احنا نزلنا بكل كميه الفلفل اللي احنا فرمناها في الكبه من غير اي توابل. هنضيف توابل دلوقتي سهله وبسيطه. تمام. هنضيف فلفل اسود، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه كامله ملح، معلقه كامله من الكمون. انا عايزه اقول لكم على حاجه، 90% من طعم الأكل البهارات اللي أنا بعملها، البهارات اللي انتوا شفتوها قبل كده. لو انتوا ما شفتوهاش اتفرجوا عليها، هي جوه القناة، وهسيبها لكم كمان في صندوق الوصف. أنا بتمنى ان انتوا تعملوا البهارات دي، لأن أنا دايما بقول ان طعم الفلفل الأسود لوحده مش كفاية في الأكل، مش هيديكي الطعم ولا هيديكي النكهة المظبوطة بتاعة الأكل. بصراحة أنا بحس ان الكمون لوحده مش كفاية. لما تيجي تطحنيه وتحطيه على اي اكل لازم تضيفي عليه البهارات اللي احنا ضايفينها عليه من الاول. يعني انا ضايفه على الكمون من الاول كل البهارات، وكمان الفلفل الاسود. لا انت ريحي دماغك، هتلاقي كل حاجه ليها طعم وليها نكهه. اي حاجه شوفوا انا ضفت البهارات دلوقتي على الفلفل، يا دوب بس اخد تشويح، انا ما زودتش الزيت لو انتم ملاحظين، علشان خاطر البتنجان والبطاطس شاربين زيت كويس جدا. يعني اي نعم هم فيهم نسبة قليلة بس حلوين، يعني مش لازم نخلي الدنيا كلها زيت في بعضها. خلاص. فاكرين بقى الصلصة اللي احنا عملناها في الفريزر مع بعض؟ فاكرين يا جماعة؟ اهي الصلصة الحمراء نفعت بقى للايه، للمسقعة. فرمنا كمان في الكبة بعد الفلفل على طول، فرمت 3 قرون فلفل احمر ومعاهم 3 طماطميات، 3 عدد طماطم علشان بس ايه تفهموا كلامي. خلاص. معايا الصلصة، معايا الطماطم، معايا الفلفل، كل حاجة هننزل بيها، نفضل نقلب تقلبتين كده وهندوق الطعم، علشان خاطر طعم البهارات وطعم الحاجات دي كلها ممكن الملح بتاعها يكون قليل. انا مش هضيف خالص كمون ولا ملح ولا فلفل على البتنجان ولا البطاطس اول لما اخرجهم من الزيت، لا، التتبيلة كلها والبهارات كلها خليها في التسبيكة او التخديعة بتاعة المسقعة. دي هتسهل عليكي حاجات كتيرة جدا وهتظبط لك الطعم. انا لقيت الملح قليل، ضفت نص معلقه ملح ونص معلقه كمون، ده اللي انا ضفته على كل التتبيله بتاعه التخديعه دي او التسبيكه بتاعه المسقعه. سهله اهي بسيطه. طيب احنا كده هنضيف البتنجان والبطاطس. اوعي تعملي كده، لسه في اضافه هتبهرك دلوقتي. انا بشوف كل الناس بتعمل كده لكن ده غلط غلط غلط، مش هيخلي الحاجه طعمها مظبوط، مش هيخلي البطاطس والبتنجان دايب كده وزي الزبدة. طيب هنعمل ايه؟ هنضيف تقريبا 3 معالق من المية العادية جدا اللي احنا بنشربها.
الطماطم اتسبكت هتعمل ايه؟ هقول لكم. 3 معالق ميه دول يا بنات او الاربعه على حسب كميه البتنجان اللي انت هتعمليها. انا اوقات لما بعمل كميه بتنجان كبيره بضيف نص كوبايه ميه، بس بيبقى كميه الصلصه كبيره جدا. هننزل بقى بكل الكلام الجميل ده كله بعد لما رفعنا الصلصه ب3 معالق ميه، علشان خاطر ده كله يشرب من البطاطس والبتنجان والتسبيكه والفلفل. طيب انا قلت لكم في الاول ان الفلفل مش سويته لغايه لما بقى لونه بني. هو دلوقتي تقريبا يعني نص سوا ربع سوا. لما بتيجي تعملي الفلفل لونه بني وتدخليه في المسقعه، بيبقى زي عباره عن قشره. انت ما بتاكليش فلفل، انت بتاكلي قشره. لكن اللي انا عملته دلوقتي ده تحمير الفلفل يا بنات، خلى طعم الفلفل خطير وظاهر جدا جدا في المسقعه. تمام، خليكم معايا لغاية الآخر علشان تستفيدوا أكتر. خلصنا كده التسبيكة، هنسيبها على النار قيمة 3 دقايق كده تاخد وتدي مع بعض. أول لما نلاقي التسبيكة نشفت شوية زي ما حضراتكم شايفين كده، هننقلها في الطبق الجميل. شايفين الطبق عامل ازاي؟ مفيش ولا نقطة زيت خارجة